العلاقات المستنزفة. هي ايه العلاقات المستنزفة؟ وهل هي زي العلاقات السامة؟ هي علاقة سامة طبعا، لكن ليها كده شوية شكل كده معين وشوية ظواهر مختلفة عن العلاقة السامة العادية. بيكون فيها طرف أناني بيبقى عايز ياخد وبس. يعني العلاقة المعتمدة على الأنانية هي علاقة مستنزفة، كل همه إنه ياخد من اللي قدامه ويستفيد وبس. طيب هي ايه العلامات كده السريعة للشخص المستنزف؟ أول حاجة غياب التقدير، مش بيحس بالامتنان أبدا للي انت بتقدمه له، ولا أصلا بيشوفه ولا بيحس بيه. هو شايفه واجب عليك ولازم تقعد تديله، وهو ده اللي عايزه بالظبط، انه يقعد ياخد 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 منك، وكمان ياخد وبالطريقة اللي هو عايزها. يعني هيكون في ضغط منه انه ياخد منك ويستنزفك، عواطف بقى، استنزاف مادي، اي حاجة، لكن بالطريقة اللي هو عايزها. 2، الاهتمام مشروط، بيكون موجود لما بيحتاج دعم منك او مساعدة او عايز شوية اهتمام، وبعدين بيختفي في الازمات. 3، المركزية، الكلام دايما والحوارات بينكو بتدور عنه هو بس، عن مشاكله، عن أهدافه، عن يومه، وبيتجاهل أصلا احتياجاتك ومواضيعك وحياتك، ما بيكونش شايفها أصلا. هو حاسس ان انت بس لازم تحس بيه، تطبطب عليه، تسنده في مشاكله، لكن انت مش موجود. 4، التلاعب العاطفي، أوقات الشخص المستنزف ده بيستخدم أسلوب ابتزاز عاطفي، أو بيحسسك دايما بالذنب إن أنت مش بتديله احتياجاته، أو إن أنت رفضت طلب هو عايزه، وهكذا. طيب ليه بقى إحنا أوقات بنفضل مستمرين مع النوع ده من العلاقات؟ بيكون ليه شوية أسباب كده هقولها بسرعة، لأن إحنا اتكلمنا عليها قبل كده. الخوف من الوحدة، بنكون متعلقين بيه بزيادة، الأمل إن احنا نغيره، دايما معتقدين إن هو هيتغير ويبقى أحسن، إحساسنا بالذنب إن احنا نسيبه لأنه معتمد علينا جدا، وهكذا. طيب في بقى شوية خطوات للتعامل مع العلاقة المستنزفة، وإزاي تنقذ نفسك منها. 1، المصارحة، دايما واجه الطرف التاني بهدوء وموضوعية، إن انت حاسس إن المجهود المبذول في العلاقة دي مش متبادل، إن انت بتدي أكتر ما هو بيدي مثلا. 2، حط حدود، وقف تقديم التضحيات الفورية، وما تلبيش طلباته بشكل عام كده ومن غير ما تفكر. من الآخر ما تجيش على حساب نفسك أبدا وصحتك. 3، مراقبة الأفعال، راقب ردود أفعاله بعد وضع الحدود ديت، وإذا غضب أو تلاعب بقى، هنا ده يبقى مؤشر إن هو مش هيكون فيه أي فايدة من الإصلاح. 4، الانسحاب التدريجي، إذا استمر الوضع زي ما هو وانت لسه بتتأذي نفسيا، يبقى هنا البعد هو الحل الأنسب على طول، علشان تحافظ على سلامك النفسي وعلى حياتك بشكل عام.